وما بصير الواحد يعمل مادة فنية وتعجب كل الناس. اليوم نحن عم نحضر افتتاحيات أفلام الثورة. اليوم قديش مهمة هاي الخطوة بسوريا؟ جدا. هلا انت رح تقدر تشوف المعاناه الحقيقيه للناس، بس بتزعل انك انت هلا رح ترجع تعيش نفس المعاناه، رح ترجع تعيش معهم نفس المأساة، رح ترجع هيك اوجاع يعني ما صدقنا امتى خلصت. بس انا كثير مبسوطه بهالحركه يعني. من المجحف بمكان انه نحن نحاكم هي الافلام فنيا. لا، نحن اليوم بدنا نشوف، انت اليوم عم تشوف ماده ارشيفيه بالمناسبه، هي ستبقى مهم. بجوز اليوم ما نشعر باهميتها، لكن غمض عين هيك وتخيل هيك بعد 50 سنه هي الماده حتكون ماده كتير مهمه. لو الغربة فيلم شو بتسميه؟ وجع. عم شارك حضرتك بعد الملك، المسلسل اللي هو أخذ ضجة من قبل ما ينعرض حتى وقبل ما يتصور. حكينا شو عن شخصيتك والواضح اللوك يعني الجديد اللي معمول. ايه هلا نحن عم نعمل مسلسل مثل ما انت قلت اسمه عيلة الملك. هو مسلسل جيد جدا ان شاء الله، وان شاء الله تكون النتيجة بمستوى عالي. انا عم بلعب دور شخصية اسمها مازن، في عندها حيثيات كتير وصفات كتير، هي بنتركها للجمهور بس لحتى نشوف اذا واصل جزء منها ولا لا. انا ما بحب احكي كثير عن الشخصيه. مسلسل معاويه كمان اخذ ضجه سلبيه وطالبوا ايقافه لاكثر من مره. زعجك هذا الموضوع؟ والله ابدا، بالعكس يعني، وهذا الطبيعي يعني. اي عمل فني هو ماده جدليه وماده لازم تتناقش، لانه ما بيصير لو كانت لازم تعجب كل الناس فكان لازم يكونوا كل الناس مثل بعضهم، ونحن بنعرف انه ما في اثنين مثل بعضهم. فلهيك يعني هذا الطبيعي، وهذا مقياس صحي، وهذا مقياس جميل جدا، ونحن استفدنا اكيد من الفيدباك تبع المسلسل، وان شاء الله هلا هيك كمان خطوات كلها لقدام رح تكون افضل.